مرحبا بالاخ عضو المكتب التنفيذي نضال العرفاوي وابن كليه العلوم ببن زرد. ايش قالك في التظاهره اليوم وشنو انطباعاتك منها؟ ربي يبارك لكم. هذه تظاهرة ثقافية في إطار يعني اليوم العالمي لنصرة قضية فلسطين. اليوم الاتحاد العام التونسي للطلبة بالهاسف كلية العلوم بوزارة نظم التظاهرة الثقافية هذه باش نذكروا الطلبة نتاعنا، باش نذكروا أبنائنا بالقضية هذه، القضية العادلة، القضية المبدئية اللي يرتكز عليها كل نضال في الساحة العربية، وهي المحور الأساسي للنضالات في المحور العربي هي القضية الفلسطينية اللي نتمناه إن شاء الله كل الاتحاد العام التونسي للطلبة جزء من الدفع من أجل حل القضية هذه، من أجل إيجاد حل عادل للقضية العادلة هذه إن شاء الله. الضيف بتاعنا العزيز وليد شوي ان شاء الله يتوجه شويه الكلمه. نرحب به باسمي وباسم مؤسسه كليه علوم بن زرد، باسم الكليه، باسم كل طالب حر. نرحبوا بخونا ابو احمد، شرفنا حقيقه هذا اليوم بحضوره، فليتفضل مشكور ان شاء الله. سأعطي مجموعه من الارقام حول الوضع في قطاع غزة، ليس من باب أن نستجدي أو أن نبكي عن مشروع مقاوم، بقدر تشجيع الذاكرة لما يقع في قطاع غزة. أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، وأشهد الله، وأشهد الله، وأشهد الله، وأشهد الله. أعيرونا مدافعكم لا مدامعكم، أعيرونا وظلوا في مواقعكم. سنموت تحت البرد يا ثورة دفينا، سنموت تحت الجوع